البؤج هي مرحلة مهمة جدا من مراحل تأسيس بند البياض أو المحارة، وهي عبارة عن بروز بنعمله في الحوائط بتاعتنا من الأسمنت عشان أقدر أظبط الحوائط بتاعتي وأتأكد إنها مستوية تماما وكمان عمودية على بقية الحوائط التانية. وبيختلف عدد البؤج اللي بعملها في الحوائط بتاعتي على حسب طولها، بس مش بنقل عن 4 في كل حيط، 2 بيبقوا في الجزء السفلي و2 بيبقوا في الجزء العلوي. ودايما بنراعي المسافة اللي بنسيبها ما بين البؤج السفلية وما بين الأرض ما تقلش عن 50 سم، وكمان من فوق من السقف لغاية البؤج العلوية 50 سم برضه. اوعى تستخدم الجبس الأبيض في تأسيس البؤج بتاعتك بحجة إنك عايز توفر وقت وعايز تنجز بسرعة. هيظهر مشاكل تانية كتير بعد كده، ولو عندك نقطة جبس واحدة في البؤج بتاعتك أول ما يجي عليها مية هتنفجر وتعمل لك شروخ بعد كده. وخدها قاعدة كده، الجبس لما بيكون في موقع بيكون عامل زي مرفوض تماما تشتغل بيه ولا تستعمله في اي بنود من بنود التاسيس في مرحله التشطيبات. بعد ما بنشد خطان على البؤج بتاعتي واتاكد انها مستويه تماما، اول حاجه بنعملها ان احنا بنمحر الجنب كله. بحب اقول لك ان احنا كده خلصنا خلاص، وتقدر دلوقتي تستلم بند المحاره بالكامل. وما تنساش طبعا تشيك على كل الاركان اللي موجوده معاك في الحوائط وكمان في الاسود، وده باستخدام الزاويه 90 درجه عشان تتاكد ان جميع